السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب ام علي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الذرة او البسيسة. كيكة مفيدة جدا لعيالنا جدا. هنعملوها بطريقة امي وامك وجدي وجدتك بتاعت زمان كانوا يحبوا، يا سلام كده، يفطروا بيها مع شاي بلبن. وساعات كده لما يقعدوا ساعة العصاري فوق السطوح او في الفرندا عندهم، ويقعدوا كده او البلكونة وياكلوا الكيكه بتاعه الذره مع كوبايه شاي او شاي بلبن. ان شاء الله باذن الله الوصفه هتكون سهله ومكوناتها سهله، موجوده في كل بيت. يا رب كده بس تعتمديها وتكون حاجه خفيفه لعيالنا يفطروا بيها الصبح. يلا بقى عشان اقول لكم طريقه كيكه الذره او البسيسه. وان شاء الله هقول لكم تركايه كده في الاخر هتخلي كيكه الذره معاكم طريه على طول. وان شاء الله باذن الله الناس اللي بتشتكي ان هي بتشرقها او بتفرول منها، ان شاء الله هنحل المشكله دي. يلا بقى ندخل الفيديو مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف البسيسه او كيكه الذره هنعملوها ازاي. هنسمي بسم الله حبايبي وهنقول مقادير الوصفه بتاعت النهارده ايه. بس قبل ما نقول مع بعض المقادير ايه، عايزه اقول اللي اول مره يشوف قناتي ويتابعني يا ريت يعملي سبسكرايب ويفعل زرار الجرس على كلمه الكل عشان توصلوا كل فيديوهاتي ويكون من اصدقاء قناه ام علي. كده بقى هنقول المقادير بتاعتي والوصفه بتاعت النهارده. عايزه اقول لكم جميله ومفيده جدا، وعيالكم اول ما تعملوها هيحبوها قوي. بس معظم اولادنا ما بتعرفهاش، وعيالي اول ما عرفوها حبوها قوي، اللي هي كيكه الذره او البسيسه. النهارده المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده معايا 3 كوبايات من دقيق الذره، وتنخليه حلو قوي. بس انا بصراحه جايباه حلو وناعم وكان نضيف جدا من غير القشور بتاعته. 3 قصاده 3 دقيق العادي بتاعنا، اي دقيق بس تنخليه برضو زي ما انتم شايفين معايا. باكو كيكه الشيف. هنا عندي كوبايه ونص لبن، طبعا حسب المقدار اللي عندي. هنا عندي كوبايه ونص زيت، عايزه تعملي النص زيت والنص سمنه براحتك. بس انا عايزه اقول لكم ان الكيكه بتاعت النهارده ديت بتتعمل بالزيت بيبقى طعمها روعه، وهو الزيت ليها احلى حاجه. عندي هنا 4 بيضات، عندي كوبايه ونص سكر، بس انا عامله بصراحه كوبايتين الا ربع. هتقولي لي السكر دوت قليل على الكميه اللي انت عاملاها، هقول لك ما انت ما تستعجليش. لو فضلتي معايا لاخر الفيديو هقول لك التكايه اللي الكل مستنيها، والكل بيشتكي ان الكيكه بتاعت دي الذره دي بتشرق او بتفرول. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هتشوفي كده معايا التركايه كده هعملها ان شاء الله باذن الله هتخلي الكيكه بتاعتنا زي الكيكه التانيه طريه كده اهوت، ولحد اخر قطعه معايا مش هتشرق. معايا طبعا فانيليا، والدقيق دوت عليه رشه ملح. يلا بقى بينا كده نشوف تاني خطوه في الوصفه بتاعتنا النهارده هنعملها ازاي. تاني خطوه معايا هجيب الخلاط بتاعي وهحط فيه كل المكونات السائله زي البيض، وطبعا طالما حطيت البيض يبقى لازم احط الفانيليا، بس انا بحب الفانيليا في الاخر خالص على اساس تبقى الريحه بتاعتها لسه موجوده فيها. احط اللبن، هحط السكر، هحط الزيت، وهضرب ضربه جامده عشان يديني القوام الكريمي اللي انا عايزاه. وطبعا عشان صوت الخلاط، وده صوت الخلاط ده مزعج جدا لانه قوي. انتوا عارفين طبعا نزل عليه اعلانات بيقولوا ان هو بيكسر الازاز، وفعلا هو جميل وبيكسر الازاز. وعايزه اقول لكم هعمل لكم ريفيو عنه ان شاء الله. عشان الصوت بتاعه هقفل، عشان صوت الخلاط القوي جدا هقفل الكاميرا وهرجع لكم تاني. كده معايا يا حبايبي القوام بتاعي اللي انا عايزاه هو دوت، وهنشوف الخطوه اللي بعد كده هي ايه. هنجيبوا بوله كده عشان هضرب فيها كل المكونات اللي عندي. الاول هنزل فيها بدقيق الذره والدقيق بتاعنا العادي الابيض، هخلطهم مع بعض. هحط الكيس بتاع كيك الشيف كله. الدقيق بتاعي كان عليه ذره ملح،
وكده بقى استعد ان انا انزل عليه الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. خليكم معايا لحد اخر الفيديو. كده بقى هنزل الخليط بتاعي واحده واحده كده خلاص، واقلبه مع بعض. عايزه افكركم بحاجه، اللي انا في الاخر زي ما قلت لكم بحب اضيف الفانيليا عشان يبقى لسه ريحتها موجوده كده ما تطيرش. ورجعت لكم معايا صينيه ودهناها زي ما انتم شايفين كده حتى الاحرف العاليه بالزيت بتاعي. عايزه اقول لكم معلومه انا لاحظتها، ومعلومه هتفيدكم ان شاء الله، ان الصواني الالومنيا دي بتوزع الحراره في كل حاجه. يعني بالنسبه للحلويات والمخبوزات بتبقى حلوه، احلى من البايركس واحلى من التيفال واحلى من الجرانيت، وانا عندي كل ده ومجرباه. فيا ريت نشوف الملحوظه ديت ونعمل بيها. كده هحط اللي انا ضربته كله زي ما انتم شايفين كده بالراحه كده. هنزل الخليط بتاعي ده كله. طبعا انا هحط الصينيه بتاعتي على الرف اللي في النص على درجه حراره 180 درجه، وانا من ساعه لما بدات اعمل كيكه الذره وانا مولعه البوتاجاز بتاعي او الفرن بتاعي. همسح الاطراف لو نزل عليها اي حاجه من الخليط عشان لما تخش الفرن ما يتحرقش. اخبط فيها كده قبل ما تدخل الفرن. عايزه اقول لكم ان اي كيكه لازم اسيب الفراغ دوت فيها عشان لما تعلى. طيب بالنسبه للسمك بتاعي، لو انا عايزه اكبر من كده يعني السمك بتاعي اعلى هجيب صينيه صغيره. لو عايزاها كنزه فالصينيه بتاعتي انا اللي هتحكم في السمك بحجم ايه الصينيه واتساعها. يلا بقى بينا ندخلها الفرن دلوقتي على درجه حراره 180. الرف اللي في النص هتقعد حوالي 40 دقيقه. هشوفها ونشوفوها مع بعض ونتابعوها ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. ورجعت لكم حبايبي بعد ما طلعت الصينيه من الفرن زي ما انتم شايفين كده بعد حوالي 40 دقيقه زي ما قلت لكم. كده وصلنا للتركايه اللي بقول لكم عليها هتخلي كيكه الذره زي الكيكه العاديه بالظبط. الناس اللي بتشتكي وبتقول ان كيكه الذره بتشرق وان هي بتفرول، الحركه دي هي اللي هتخليها جميله معاكي ان شاء الله. هجيب معايا شوكه زي ما انتم شايفين كده وهبدا اخرم الكيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهي سخنه هجيب كوبايه لبن دافي وفيه سكر. هاجي اللبن الدافي بتاعي خلاص وهصبه كده زي ما انتم شايفين بالسكر اللي فيه، وهيكون عندي فوطه مطبخ نضيفه هغطيها كده شويه. ورجعنا تاني عشان نكمل كيكه الذره. زي ما انتم شايفين بعد ربع ساعه هنقطعها مع بعض. طبعا كيكه الذره لازم تتغطى على طول يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. الريحه ما اقولكمش جميله ازاي. بصوا كيكه الذره بصوا جميله ازاي، شايفين الجمال. بصوا متماسكه حبايبي، شايفين الجمال. ادي الكيكه بتاعتي، شايفين الفراغات، شايفين هشه ازاي، شايفين هشه وطريه وجميله وريحتها ما اقولكمش. يلا بقى نعملها لعيالنا بالطريقه الجميله دي. وزي ما انا قلت هتتغطى وهتبقى طريه بالشكل ده على طول، ولا هتفرمل منك ولا هتشرقك. سلام بقى الصبح كده لما تفطري بيها، والناس اللي هم من عشاق الشاي بلبن لما يفطروا بيها حاجه روعه. كده حبايبي وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب كده اكون افدتكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسونيش بقى من دعواتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات ام علي المتنوعه.